وقفنا الحلقة اللي فاتت يا صديقي لما كيمو طلب من حريات البحر انهم يعلموه السحر بسلته عناب، وبالفعل يابا رئيس المحاربين بيعلمه هو ولطيف ولارا كيفية استخدام السحر بسلته عنابي. وبعد لما رئيس المحاربين بيسيبهم وبيمشي بيقعدوا يابا يتدربوا وبيطبقوا الكلام اللي هو علمه ليهم. ولكن ساعتها يابا لطيف ولارا بيحسوا بحاجة غريبة في البحر بسلته عنابي، وبيطلع يابا ان ده تنين مية، وبيقول لكيمو انت ولاد حاكم المية بيعملوا معاك ايه يا ولي؟ وبنكتشف يابا ان حاكم المية كان طالب من التنين ان يخلي باله من عياله ويربهم له بسلته عناب. وساعتها كريم بيترعب جدا لانه مش هيقدر يغلب تنين المية، وخايف للتنين يكون جاي ياخد لطيف ولارا منه. ولكن التنين يابا مش بيطلع عايز ياخدهم اصلا، ده بيطلع عاوز يعمل عقد سحري معاه. وبعدها يابا بنشوف ان لطيف ولارا وكيمو اكتشفوا مغارة سحرية بسلته عنابي وبيقرروا يخشوها يابا. فقبل ما نبدأ يا صديقي انزل اعمل لايك للفيديو يا ولي، واشترك في القناه يا ولي عشان تنضم لعيله نور ويوصلك كل الحلقات الجديده. ويلا بينا نخش على ملخص الانمي بتاعنا. ライオン真のエスカノール وبنشوفهم يابا وهم بيخشوا الطابق الاول بسلته عنابي، وساعتها ضفادع سامه بتهجم عليهم، وكيمو بيقول لهم اوعوا تقتلوها يا ولي باستخدام القوه الجسديه، اضربوها من بعيد باستخدام السحر لانها سامه. ولطيف ولارا يابا بيحاولوا ولكنهم مش بيعرفوا وبيزعلوا جدا وبيقعدوا يعيطوا يا عيني. وكيمو بيقول لهم معلش يابا معلش يا حبيبي ما تزعلوش، يلا سموا الله وحاولوا تاني يلا. وبالفعل يابا بيحاولوا وبينجحوا. يا اختي كميله انت وهي عيالنا شطار واقوياء. وبيخلصوا المستوى الاول يابا وبيلاقوا صندوق الكنز بتاع المستوى، وبيكون الكنز عباره عن 10 كيلو جمبري. ولطيف ولارا بيقولوا هو ايه ده يا بابا كيمو؟ فبيقول لهم عبوا في اكياس بسرعه يا ولي، ده كيلو الجمبري ب 450 جنيه. ولطيف ولارا بيقولوا الحق يا بابا كيمو في صندوق تاني هناك اهو. وبيطلع يابا ان جوه الصندوق قطع سمك فيليه. وكيمو بيقول اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي، ناقص بس ازازه زيت وشويه رز مصري وكيلو طماطم ونعمل احلى صينيه سمك ولا بتاعه عم بهيج ملك الفسفور العجيب بسلته عناب. وبنشوف كيمو بيقول لهم اقعدوا يا اولاد عبال ما اجهز الاكل بقى، وبيقول يا ترى اشويهم ولا اقليهم ولا اعملهم ازاي دول. ولكنه يابا بيقرر يعمل شوربه سي فود وسوشي، والولا لطيف واخته لارا بيعجبهم الاكل جدا. كل يابا انت وهي بالف هنا على قلبكم. وكيمو بيقول لهم ايه رايكم في الجمبري يا اولاد؟ فبيقولوا له طعمه غريب يا بابا ولكنه طري وجميل جدا. وبعدها كيمو يابا بياخدهم وبيناموا. يا بختك يا كيمو، وانا من موقعي هذا بطالب كمان ان يبقى معايا لطيف ولارا في حياتي. وبنشوف ان بعد ايام يابا بينتقلوا للمستوى السادس من المغاره بسلته عنابي، وبيقابلوا وحش شكله غريب يابا. ولطيف ولارا كالعاده بيروحوا يفشخوه، بس كيمو بيقول لهم استنى يا ولي انت وهي، الوحش دوت بيستخدم سحر الكهرباء محدش يلمسه يا ولي، اضربوه من مسافه بعيده. وبيستخدموا سحر الميه يابا وبيفشخوه بسلته عناب. وكيمو بيقول لطيف ولارا بقوا اقوياء جدا، انا بقالي كتير ما شفتش الاحصائيات بتاعتهم بسلته عنابي. وبيلاقي يابا انهم وصلوا للمستوى 25، وبيقول يا نهار اسود ومنيل ده انا في المستوى ال 27 بس، ولو مشينا بالمعدل دوت هم هيسبقوني. والمفروض الاب يبقى قوي عشان يقدر يحمي عياله ويحسسهم بالامان ويبقى قدوه. وبيلاقوا يابا في هديه طلعت بعد لما قتلوا الوحوش، وكيمو بيقول لهم دي العاب ناريه يا ولي. فبيقولوا يعني ايه العاب ناريه يا بابا كيمو؟ فبيقول لهم طب تعالوا نلعب بيها بس خلي بالكم دي بتطلع صوت عالي جدا. وبيشغلوا اللعبه يابا، ولكن لطيف ولارا ودانهم بتوجعهم جدا وبيصدعوا يابا من كتر الصوت العالي. وكيمو بيقول المفروض صوتها عالي بس مش للدرجه دي. وبيكملوا يابا في المغاره وبيقضوا على الوحوش بسلته عناب، وبيطلع من واحد من الوحوش اللي قضوا عليها نفس الالعاب الناريه، ولكن الواد لطيف والبت لارا اتعقدوا منها. وبيكملوا في المغاره يابا لحد لما بيوصلوا لغرفه زعيم الطابق العاشر بسلته عنابي. وكيمو بيقول لهم جاهزين يا ولاد ولا لا؟ فبيقولوا له تمام يا فندم احنا جاهزين جدا وفي قمه الاستعداد. ولما بيخشوا بيلاقوا سلم متأرجح على المي ولطيف بيمشي عليه يابا، وبيفتكروه هو ولارا مرجحه وبيقعدوا يلعبوا، ولكن الواد كيمو بيبقى بيدوخ من سلم الميه. وبيقول لهم خلي بالكوا يا ولي انت وهي. فبيقولوا له تمام يا فندم ما تخافش احنا في قمه
الاستعداد والحذر. كيمو بيقول في حاجة مش طبيعية، شكل في وحش مستخبي ولا ايه. وبالفعل يابا بيظهر قدامهم سمك مفترس، ولكنهم بيقعدوا يفشخوا فيه بالصلاة على النبي وبيعملوا شغل فاخر من الاخر. وكيمو بيقول يا ده احنا جمعنا جوايز كتير جدا، برافو عليك يا ولي يا لطيف، برافو عليك يا بت يا لارا. وبيحط الادوات يابا في الصندوق السحري بتاعه، ولارا بتقول له بابا في حاجة هناك يا بابا. ولطيف بيقول له بص كده يا بابا في حاجة في المية. وكيمو بيستخدم مهارة الكشف على المية يابا، وبيلاقي ان ما فيهاش اي خطر بالصلاة على النبي. وبيقول لهم بقول لكم ايه يا اولاد، ما تيجي ننزل ونبلبط شوية ونشوف في ايه في المية. فبيقولوا له يلا يا بابا بسرعة، وبينزلوا المية يابا وبيعوموا. وبيكون الحاجة اللي لطيف ولارا شافوها هي صندوق كنز بالصلاة على النبي. ولما كيمو بيفتحوا بيلاقي فيه اسورة سحرية زي اللي اديتها له حرية البحر يا صديقي. وبعد لما بيخلصوا استكشاف يابا بيطلعوا من المية، وبعدها بيروحوا لجهاز الانتقال الآني. وكيمو بيقول احنا كده خلصنا 10 طوابق من المغارة بالصلاة على النبي، نروح بقى بلدة بيلي نستريح شوية ونرجع نكمل بعدين يا ولاد. فبيقولوا له طب ما نكمل شوية كمان يا بابا كيمو. فبيقول لهم يا ابني انت وهي، انا راجل كبير وعندي خشونة ركب، انا مش قادر للكلام ده وتعبت من النوم على الارض في المغارة. بصوا احنا نروح بلدة بيلي نريح يومين ونرجع تاني. وبالفعل يابا بيستخدموا جهاز الانتقال الآني وبيروحوا لمدينة بيلي بالصلاة على النبي. وبيقولوا الله المدينة حلوة جدا وعلى البحر يا جدعان، وكمان ممكن نركب مركبة. وكيمو بيقول نائب قائد المدينة سونج اللي احنا جايين منها اداني يابا رسالة توصية المفروض اديها لحاكم المدينة ديت بالصلاة على النبي. وبيقول للعيال تعالوا نتمشى شوية يا ولي انت وهي قبل ما نروح نقابل حاكم المدينة. وبيقعدوا يتمشوا يابا وبيلاقوا بياعين في كل مكان بالصلاة على النبي، وبيقولوا تعالى كل بطيخ وانسى اي هم فشيخ. وكيمو بيقول له لا شكرا والله مش عاوز اكل بطيخ. وبيلاقي راجل يابا بيبيع فطير، وبيقول قرب على الفطير اللي هيخليك من الفرحة تطير واللي يصلي على النبي يكسب. وكيمو بيقول له ده فطير بالجبنة، فعم حزنبل بيقول له وكيمو بيقول له انا معايا بعض التوابل والصوصات الخاصة بالصلاة على النبي، ينفع احطها على الفطير بتاعي وانت بتسويه؟ فالراجل بيقول له طبعا. وكيمو يابا بيبتدي يحط التتبيلة والصوصات بتاعته بالصلاة على النبي. والراجل بيقول ايه ده يا جدعان، ايه الريحة الجامدة دي يا استاذ، وايه التوابل الفشيخة اللي انت حاططها دي يا ولي؟ فبيقول له دي تشكيلة من اهم الاعشاب والاشجار النادرة. فالراجل بيقول له طب يعني ممكن ادوق منها حتة لو سمحت يعني؟ والراجل بيدوق يابا وبيقول ايه ده يا جدعان، انا شغال بتاع فطير من زمان، ولكن فعلا هو ده الفطير الخطير، احترس من الفطير المفترس. وبنلاقي يابا الناس واقفة طوابير وبتقول له والنبي يا عم حزنبل ادينا فطيرة من الخطيرة اللي انت بتاكلها دي. ولطيف ولارا بيخافوا لانهم بيفتكروا ان الناس عاوزة تاكل الفطير بتاعهم بالصلاة على النبي. وعم حزنبل بيقول له الله يكرمك يا استاذ، ممكن تديني شوية من التتبيلة الخطيرة اللي معاك عشان اعمل للناس فطير من الخطير؟ وكيمو بيقول له يا عم ماشي خد وبيع واكسب، انا برضو بحب الخير للناس كلها. وكمان بيساعدوا يابا في عميل الاكل بالصلاة على النبي. والناس لما بتدوق بتقول يا جدعان الفطير الخطير بيخلي العقل يطير. وحرفيا المدينة كلها بتقف طوابير عشان تشتري من الفطير. ولطيف ولارا بيقولوا الله عليك يا بابا كيمو، يا احسن واجمل طباخ في الدنيا كلها. والراجل بيقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، احنا بعنا الفطير اللي معايا كله في ساعة زمن واحدة. انت جيت لي منين يا عم كيمو، جيت لي منين يا وش السعد انت؟ بص انت تشاركني في الارباح اللي طلعناها النهارده. وكيمو بيقول له لا يا عم شكرا، خد المكسب كله لنفسك بالصلاة على النبي، بس بعد كده يابا انت اللي هتروح تجيب التوابل بنفسك. فبيقول له طب اجيب التوابل دي منين يا عم كيمو؟ وكيمو بيقول له على مكان الشجره اللي بتطلع البهارات ديت بالصلاة على النبي. هو الراجل يابا لما بيصدق وبياخد ديله في اسنانه وبيطلع يجري عشان يروح يجيبها. وبعدها كيمو يابا بيروح للحداد بالصلاة على النبي، وبيقول التنين كايزر قال لي طول ما معايا الحراشف بتاعته هيقدر يوصل لي في اي مكان حرفيا. فبيدي الحراشف ديت للحداد يابا وبيقول له خد يا باشا انا عاوز اعمل منها 3 سلاسل بالصلاة على النبي. والحداد بيتخض وبيقول له انت جبت الحراشف دي منين؟ دي قوتها السحرية عالية جدا يا ولي. فبيقول له بص يعني بصراحة ربنا في حد اداني هدية بس مش هينفع اقول لك هو مين بالصلاة على النبي. والحداد بيقول له بص يا كبير انا صعب اعمل لك سلاسل منها يابا، ولكن استنى هنادي عواله رودي لان هو اشطر مني. ولما رودي بيجي بيعمل تصميم وبيوري له ولا كيمو، وكيمو ولطيف ولارا بيعجبهم التصميم جدا. وبيقول له بص انا اقدر اعملها لك يا ولي بس في مكون مهم جدا ناقص وهو خيوط المسرل بالصلاة على النبي. وبصراحة ربنا ده مش عندي لان الخيوط ديت نادرة جدا جدا جدا. فيا ترى يا هل ترى
يا عزيزي المشاهد يا حتة سكرة، الولا كيمو هيعرف يجيب خيوط المسريل ولا مش هيعرف بالصلاة على النبي؟ ده اللي هنشوفه الحلقة الجاية يابا. ولو انت عرفت يا ولا ايه الانمي اللي هنلخصه بكرة هطلع الكومنت بتاعك معايا في الفيديو بالصلاة على النبي. وانزل يا ولا اشترك في القناة عشان تنضم لعيلة نور ويوصلك كل الحلقات الجديدة. وكان معاكم نور من قناة ملخصات نور، وبس كده، سلام.